قصة النهاردة بعنوان حكمة قاد. يحكى أن أخوين جارين، ربنا رزق كل واحد منهم نصف زينة الحياة الدنيا، فكان الأول كثير المال محروم العيال، وكان الآخر كثير العيال محروم المال. وكان الغني سيء الطباع شديد الأطماع، والفقير على الرغم من فقره كان كريم الخصال حلو اللسان. كان الغني لما يرجع لبيته بيجري إليه أولاد الفقير وبيبتهجوا بقدومه، ولكنهم ما كانوش بيلاقوا منه أي حفاوة أو استقبال. كان بيلاقي ضيق في نفسه لأن لأخيه أولاد قد حرم منهم. واستمر الحال على هذا المنوال. وفي يوم من الأيام اشتهى أولاد الفقير لحم، فقال الفقير للغني: صف نيتك واعقد العزم على أن تنذر أن تعطي الأولاد خروفا إن من الله عليك بولد. فقال الغني: نذرت إن رزقني الله بولد أن أعطيك خروفا تذبحه لأولادك. ودعا الفقير للغني، وشاء الذي يقول للشيء كن فيكون أن تحمل زوجة الغني. وطالب الفقير أخوه إن هو يوفي بالنذر، ولكنه تباطأ وتلكأ، فما كان من أولاد الفقير إلا إنهم دخلوا مرعى عمهم وأخذوا خروف كانوا شايفينه من حقهم فذبحوه وأكلوه. دخل الغني علشان يحصي خرافه فلقاها ناقصة، فعرف إن ده من فعل أخيه ورفع شكواه للقاضي. وجه رسول القاضي للفقير علشان يعرفه بموعد جلسة المحاكمة. وفي اليوم الموعود أخذ الغني زادا مما لذ وطاب، وحمل الفقير خشن الزاد، ومشى كل واحد منهم متوجه لمجلس القاضي. وفي الطريق قابل الغني حطاب، كانت الدابة بتاعته رجلها غاصت في الطين وما كانش عارف يخرجها، فطلب مساعدة الغني ولكنه ما التفتش إليه. وصل الفقير للحطاب فطلب الحطاب مساعدته، فمسك الفقير ذيل الدابة والحطاب مسك رأسها وقعدوا يدفعوا فيها في اتجاه واحد لغاية ما اتقطع ديل الدابة في إيد الفقير. فقال له الحطاب: لقد شوهت منظر دابتي، والله لأشكونك إلى القاضي. تابع الفقير سيره مهتما مغتما، فبعد ما كانت عليه شكوى واحدة بقت الشكوى 2. وصل للمدينة وراح للمسجد علشان يصلي الظهر ويدعي ربنا قبل ما يتوجه لمجلس القاضي. وكان مؤذن المسجد في اليوم ده مريض، فطلب من الفقير إن هو يصعد المئذنة ويؤذن للصلاة كعادة الناس في ذلك الزمان. وصعد الفقير المئذنة وبدأ الأذان، ولسه بيحرك رجليه أم وقع على إيه؟ وقع على رجل أرداه قتيلا. تجمع أهل القتيل وقعدوا يضربوا فيه، محلش بينهم غير الناس اللي كانوا موجودين، وعزموا إن هم هيرفعوا شكواهم للقاضي. وصل الغني وصاحب الدابة وأهل القتيل لمجلس القاضي قبل الفقير ورفعوا شكواهم، فإذا بجميع شكواهم هي في رجل واحد. وصل الفقير لمجلس القاضي، ألقى السلام ووقف منتظر الحكم. فنادى القاضي على الغني والفقير ووقفوا قدامه. فقال القاضي للغني: ما شكواك على هذا الرجل؟ فقال الغني: هذا الرجل يا حضرة القاضي دخل مرعاي وسرق خروفا. فقال القاضي للفقير: ما قولك؟ فقال الفقير: يا سيدي القاضي، لست من أخذ خروف أخي، ولكنهم أولادي. لم يرزق أخي بأولاد، وكان قد نذر إن رزقه الله ولدا أن يعطيهم خروفا، فلما رزقه الله ولدا حنث بوعده، فما كان منهم إلا أن دخلوا مرعاه وأخذوا ما وعدهم به. فقال القاضي للغني: أحقا ما قال أخوك؟ فقال الغني: أجل يا سيدي القاضي، ولكني كنت أريد أن أعطيهم، ولكن بعد أن أطمئن أن هذا الولد سيعيش. فقال القاضي: ما أرى أن الله رزقك بولد بعد انقطاع إلا لخاطر هؤلاء الأولاد، وقد حكمنا أن يرجعوا إليك خروفك وتعطيهم ابنك، أو تدفع لهم عوضا 100 ليرة ذهبية. خضع الغني لحكم القاضي وأخرج 100 ليرة ودفعها للفقير، وقعد يبص ليها وهي بتفرقه كأن روحه بتخرج من جسمه. وبدأ القاضي ينظر في الشكوى التانية، ونادى صاحب الدابة وقال له: قف بجانب خصمك وارفع شكواك. فقال صاحب الدابة: يا سيدي القاضي، هذا الرجل جذب ذيل حمارتي فقطعه، وأنا أريد تعويضا على ما نزل بي من ضرر. فقال القاضي للفقير: ما قولك؟ قال الفقير: يا سيدي القاضي، مررت بهذا الرجل
فإذا بدابته عالقة بالطين وهو يحاول إخراجها فلا يستطيع، فطلب مني أن أساعده، فأخذ يدفعها من رأسها وسحبتها من ذيلها فانقطع في يدي. فقال القاضي لصاحب الدابة: أصحيح ما قال صاحبك؟ فقال: أجل يا سيدي القاضي. فقال القاضي: قد حكمنا أن تعطيه دابتك يبقيها عنده حتى يطلع لها ذيل. فقال صاحب الدابة: ولكني لا أستطيع أن أقوم بعملي دونها. فقال القاضي: إذن أعطه 5 ليرات ذهبية جزاء مساعدته لك، وجزاء لك لأنك أردت أن تموت المروءة بين الناس. وبدأ ينظر القاضي في الشكوى الثالثة، ونادى على ولي المتوفى وقال له: قف بجانب خصمك وارفع شكواك. فقال الرجل: يا سيدي القاضي، إن هذا الرجل سقط على أخي من مئذنة المسجد فقتله. فقال القاضي للفقير: أصحيح ما قال صاحبك؟ فقال الفقير: يا سيدي القاضي، طلب مني المؤذن أن أرفع الأذان فصعدت المئذنة، ولكني تعثرت فسقطت، فإذا أنا فوق أخيه فمات. فقال القاضي لأخي المتوفى: أصحيح ما قال صاحبك؟ فقال: أجل. قال القاضي: قد حكمنا أن تصعد المئذنة ويقف الرجل تحتك وتقفز عليه، فإذا قتلته أخذت قصاصك منه. فقال الرجل: يا سيدي القاضي، المئذنة عالية، وإن أخطأت مت أنا. فقال القاضي: إذن تدفع له 10 ليرات لتعرف أن الأعمار بيد الله ينهيها على يد من شاء من خلقه. وأخذ الفقير المال كامل ورجع لبيته مسرور. وبس كده. قولوا لي إيه رأيكم في قصة النهاردة، وأشوفكم مع قصة جديدة بحكاية جديدة. أعاننا الله وإياكم.